شاهدوا عامل التوصيل المسكين هذا والذي لاحقته الكلاب أثناء تأديته لعمله ليلا: اهرب من هنا بسرعة يا رجل. انظروا ما فعله هذا الكلب المشاكس. في الوقت الذي كان به هذا الرجل يضع السلم في هذا المكان ليصعد من خلاله ويحل مشكلة ما، ظهر أمامه هذا الغزال المضطرب. يبدو أن الرجل شعر بالخوف الشديد، لحسن الحظ أنه لم يكن صاعدا على السلم بعد. أظن أن إحساسه كان يخبره بأن هذا السلم من المحتمل أن يخونه في أي لحظة، لذا قام بتجهيز نفسه جيدا للسقوط. يا لك من رجل ذكي. صاعقة برق شغلت هذا الجرار وجعلته يتحرك لوحده، شيء لا يصدق لو لم يتم تصويره بكاميرا المراقبة. يبدو أنه يحاول اصطياد شيء ما. يا للدهشة، شاهدوا ما الذي قام باصطياده. أجل، إنه تمساح. أتساءل عن قوة قلبه التي دفعته لفعل هذا الشيء وبكل أعصاب باردة. بينما كانت هذه الموظفة تمارس عملها بشكل روتيني، لم تنتبه لهذا الكلب الجالس في هذا المكان، وهذا ما حصل. انظر كيف تطير هذه الحشرة بالعرض البطيء. يا لروعة المشهد. انظروا لمهارة هذا الكلب في تسديد الكرة. انظروا لهذا الرجل الذي خرج من سيارته ونسي فرامل اليد، وبعد ذلك أصبح يبكي كالأطفال الصغار. هون على نفسك يا صديقي، إنها ليست نهاية الكون. انظر لهذه الرياضة الغريبة التي يمارسها هذان الشخصان. إنها شبيهة تقريبا برياضة تنس الطاولة، ولكنهم يستخدمون رؤوسهم بدلا من المضارب. يا لها من رياضة حماسية. راقبوا هذا الغباء الذي تسبب به سائق هذه الشاحنة. أعتقد أن هؤلاء الرجال الذين يرتدون بدلات برتقالية لديهم عمل طويل وشاق للغاية لهذا اليوم. يا للمسكين، كيف سيقنع أصحاب البضاعة أنه ليس السبب في هذه الكارثة؟ أعتقد أنه كان على واحد منهم إصدار إشارة تنبيه قبل الانعطاف حتى لا يحصل هذا الاصطدام بينهما. ردة فعل ذلك الرجل المسكين على ما فعلته به تلك السيارة كالشخص الذي لم يعد يتأثر بشيء. هذه ليست مركبة قادمة من الفضاء، بل عبارة عن دراجة تم تصنيعها من قبل شركة كندية. أجل، أعلم أن هذا الأمر يصعب تصديقه، ولكنه واقع وليس خيال. راقبوا كيف تأخذ شكل الكبسولة، وذلك من أجل تحسين الديناميكية الهوائية، علما أن سرعتها بلغت 144 كيلومتر في الساعة. انظروا لهذا الجهاز الأكثر من رائع، والذي يعمل على غسل الشعر وتدليك فروة الرأس جيدا. انتظروا، هذا ليس كل شيء، بل أيضا يقوم بعمل مساج للرأس. لقد أعجبتني الفكرة حقا، وأفكر في تجربتها قريبا. ما الذي توداني فعله أيها الرجلين الغبيين؟ فبدلا من أن تصلحا قمتما بالتخريب. إذا استمر الوضع هكذا، أتوقع أن الجدار الأول لم ينتهي إلا بعد شهر من الآن على الأقل. يا له من مشهد مضحك حقا. بالرغم من عددهم الكبير وتعاونهم مع بعضهم البعض لإنقاذ هذه السيارة العالقة، إلا أنها ضاعت من بين أيديهم. يبدو أن روح التعاون بين تلك الحيوانات عالية للغاية. يبدو أن هذا القرش يعاني من مشاكل في فقرات الرقبة. انظروا إلى انحنائها الغريب. بسبب أمواج البحر العاتية، كثيرا ما يختل توازن الأشخاص المتواجدين داخل السفينة، وأحيانا يصابون بإصابات خطيرة.
عندما كان الشرطيان يوقفون سيارة لمراجعة البيانات، فوجئوا بسيارة أخرى كادت أن تصطدم بالشرطية لولا أن صديقها قد أزاحها عن الطريق في الوقت المناسب. هذا الرجل يمتلك قوة كبيرة ولياقة بدنية عالية. اختبار الثقة يقوم به هذا الشاب مع كلبه، ويبدو أن كلبه يثق به جدا. يمتلك هذا الرجل ليونة عالية جدا، وبالرغم من أنه بارع في استغلالها، ولكن الأمر يبدو مخيف نوعا ما. كان هذا الرجل يحاول إطعام فقمة البحر، ولكن أتى الطائر من الخلف وسرق الطعام لنفسه. تم اختراع آلية الحماية تلك لحماية المسنين من الإصابات عند السقوط على الأرض بشكل مفاجئ. أعتقد أنها من الاختراعات الرائعة. عندما يكون مصممو الفيديو يعشقون عملهم، نرى إبداعات مثل هذه. من صنع هذا الكيك هو مبدع من الدرجة الأولى بالتأكيد، ويحب عمله كثيرا. بالرغم من أن هذا الشاب بارع في ذلك، إلا أننا لا ننصح أحدا بتقليده، لأن الأمر به مجازفة كبيرة جدا. الرسم الثلاثي الأبعاد يبدو واقعي للغاية، وقد ينخدع به الكثيرون قبل أن يدركوا أن ما أمامهم هو مجرد رسم. أما تلك الفتاة فهي تعشق فن المكياج، ويبدو أنها مهووسة حقا به. انظروا إلى الإبداع الذي قامت به. تلك الفتاة تمتلك ليونة عالية، نادرا ما تتواجد عند أحد بهذا الشكل. أعتقد أن تلك السيارة مصيرها في المياه لا محالة، ولكن لحسن الحظ تمكنت من العبور بسلام. هذا الرجل بارع فيما يقوم به، ولكن التساؤل هنا: ماذا يفعل لكي لا يشعر بالدوار مع هذا القدر من اللف؟ لم تجد تلك الفتاة زلاجة للتزحلق عليها، فاستخدمت ظهر صديقها. أليس هذا مضحكا؟ انظروا إلى مدى جمال وروعة هذا الكهف الثلجي. هل تتمنى زيارة مكان مثل هذا يوما ما؟ أخبرنا في التعليقات. يبدو أن تلك الفتاة تعشق حقا ما تقوم به، وهذا لأنها مبدعة في القيام به جدا وتتباهى به أمام الجميع. في الواقع هي تستحق ذلك. تلك الخدعة رائعة حقا، والمؤثرات المرئية مبدعة. بالتأكيد من صنع هذا الباب هو مبدع حقا لينفذه بهذا الشكل. أثناء سير تلك الأم مع طفلها، فوجئت بانهيار ثلجي يسقط من الأعلى. لحسن حظها أنها كانت سريعة البديهة، وأزاحت طفلها عن المكان بسرعة. إن أعجبك الفيديو اضغط على إعجاب، هذا يشجعنا على تقديم لكم المزيد والمزيد. إلى اللقاء.